نبدأ بالصلاة علي النبي بالكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لايك. دي حكاية أكشن وحماس بس فيها قلب كبير. في يوم وقت المغربية في جنينة المدينة كان ويسكرز الحارس قط رشيق لابس تي شيرت أبيض وبنطلون جينز قاعد بيتفرج على الدنيا بهدوء. فجأة شاف منظر يوقف القلب. عصابة خطفت طفلة صغيرة اسمها ليلي من أمها سارة وهي بتصرخ. ويسكرز اللي قلبه حن عليها نزل ورا العصابة بسرعة البرق في الحارات الضيقة. عارف كل زقاق في المدينة. ويسكرز عمل خطة ذكية. طلع فوق صناديق قديمة ورمى صفيحة على الأرض. عمل دوشة كبيرة خلت العصابة تتلخبط. استغل الفرصة ونط بسرعة بين رجلين واحد منهم وقدر يسحب ليلي من إيده في لحظة. اجري يا صغننة. ويسكرز قالها بصوت خشن وزق ليلي ناحية فتحة كانت بتوصل على الشارع الرئيسي. وبعد ما شتت العصابة جري ورا ليلي ورجعها لأمها اللي كانت بتصوت من الخوف والفرحة. أول ما شاف ليلي في حضن أمها ويسكرز حس بفرحة ملهاش حدود. ولما سمع صوت الشرطة جاي بص لليلي بإشارة وداع وانسحب بهدوء في ضلمة الزقاق. سايب وراه حكاية بطولة محدش هينساها. ودي يا أصحابي كانت حدوتتنا. إيه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.